عندما نتحدث عن مصالحة وطنية وعن محاكمات عادلة لا نخترع العجلة أيها السادة، لأن هناك دول مرت بهذه التجربة. لو جينا لتجربة المغرب، وإن شاء الله الأستاذ يعرج على هذه التجربة التي استطاع النظام الملكي برعاية الملك أن ينتصر على نفسه وأن يجري مصالحة حقيقية في هيئة الإنصاف والمصالحة، واستطاعت المغرب أن تقيم عدالة انتقالية أو مصالحة وطنية في أسمى صورها. بطبيعة الحال ليبيا أنا لست أعلم منكم بها اعتبارا أن أهل مكة أدرى بشعابها. طبعا ليبيا منذ بدء الانتفاضة أصبحت مجالا لمراكز تجنيد متطرفة. هذه حقيقة لا مراء فيها، ومقاتلي القاعدة وأنصار الشريعة وكل التسميات التي يتوقع تحتها أو في ظلها العديد من الحركات المتطرفة والحركات المسلحة، وقد ساهم في هذا الوضع بطبيعة الحال حالة التفكك التي عرفتها السلطة في ليبيا، بحيث الآن الوضع في ليبيا لا يمكن أن ينكر أحدا أن السلطة الآن هي في حالة تفتت أو تشتت وتشرذم بشكل كبير جدا. أخواتي، يجب أن نبحث عن المشكل من عمقه. من المسؤول؟ الأستاذ أشار من يدعم حفلات الربيع الدموي، حولوه من ظهور إلى دموي. من يمول؟ من له المصلحة في أن يجعل ديننا الحنيف هو دين إرهاب ودين عنف ودين قتل ودين. هذه الأسئلة الجوهرية إذا أجبنا عنها بكل جرأة وبدون خوف، بدون أن نحمل معاناتنا إلى عواصم عربية لها هدف انتقام من دولة معينة لأنها تريد أن تمارس عليها إرهابا من نوع آخر وهو استعمار خفي في استعمار كبير، هذه الأسئلة الحقيقية التي ينبغي أن نواجه. أن الواقع الليبي ربما يمكن إحداث مصالحة اجتماعية بطريقة المناطق أو القبائل. أنا في ظني لو أن كل منطقة من مناطق ليبيا هي نفسها تبدأ، مش بالضرورة مع الحكومة، لكن كل منطقة من المناطق تبدأ بمصالحة مع نفسها، مع أبنائها بالدرجة الأولى اللي عندها أبناء مهجرين واللي عندها أبناء مطالبين، يمكن تحدث نوع من المصالحة بينها وبين أبنائها، وثم تنتقل المصالحة بين المناطق المتجاورة وتترك اللي هي عندها مشاكل كبيرة مثل ما هو موجود مشاكل بين المصرات والدولة وغيره، لكن على الأقل نبدأ بالنطاق هذا الضيق. هذا فيما يتعلق بالمصالحة. ما يحدث في ليبيا أسبابها بصفة عامة كل الحكومات المتعاقبة، لأن هي أعطت الشرعية لهالأمراء هذولا باش يتحركوا في حرية كاملة، عندهم الأموال وعندهم الأسلحة وعندهم حرية التصرف. المسؤول الليبي الآن كل من دخل الحكومة الليبية كان مسؤول ضعيف، حتى ولو كان قبل. الكلام عن المصالح الوطنية يقودنا إلى ضرورة تفعيل العدالة الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية رقم 29 سنة 2013. هذا القانون طبعا جيد، ولكن يحتاج إلى آلية أو أرضية خصبة لتفعيل هذا القانون. فالسؤال أو وجهة النظر اللي شارك فيها هي ضرورة وجود آلية لتفعيل قانون رقم 29 لسنة 2013 بخصوص العدالة الانتقالية. وهذا القانون طبعا قانون جيد، وعرف حتى العدل الانتقالي أو العدالة الانتقالية في المادة الأولى بتاعها،
وتكلم على الجرائم التي تكبر في ظل النظام السابق واللي ينطبق عليه هذا القانون. وهذا القانون جاء لتخفيف كهن القضاء، العبء الملقى على عاتق القضاء، لأن هناك قضايا كثيرة. فهذا القانون قانون جيد، أنا طلعت عليه وطلعت حتى على المشروع نتاعه لما السادة القانونيين عرضوه كانوا يقولوا نخبة ليبيين ممتازين جدا في القانون. فهذا القانون قانون جيد وممتاز، وانا رايي ان يتم تفعيل هذا القانون للخروج على الاقل او من المأزق الموجود الان. المصالحه الوطنيه لا يمكن الكلام عليها الا بعد الكلام على تفعيل قانون العدل الانتقالي او العداله الانتقاليه اللي بقت فتره طويله في ادراج المؤتمر الوطني العام الى ان صدر مؤخرا. فهذا القانون قانون جيد ونركز على ضروره تفعيل هذا القانون. أبناء الجالية الليبية المقيمة في المملكة المغربية ومن مدينة الرباط في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ 23/7/2014 الذي يوافق اليوم 25 من شهر رمضان المبارك للعام 1445 هجريا، نعمل استنكارنا وبكل أسف لما وصل إليه الحال بين أبناء الوطن الواحد والدم الواحد إخوة الأمس أعداء اليوم. ونود أن نبلغ في بياننا هذا جميع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا بأن الحل السياسي المتمثل في الحوار الوطني ولغة العقل هو الحل الذي سيصل إليه الجميع كنهاية حتمية لهذا التصارع. إننا ندعوكم صادقين أمام الله والوطن والتاريخ بالوقوف الفوري لكافة أنواع الصراع المسلح وإنقاذ الأرواح ووقف سفك الدماء وتدمير وتخريب ليبيا ومرافقها الاستراتيجية، وبأن لا يفرض أي طرف في ليبيا أيديولوجياته باللجوء إلى العنف والخطف والتعذيب والقتل وخارج مؤسسات الدولة وسلطاتها. كما نعرب عن استنكارنا وبالغ الأسف فيما يحصل لأبنائنا وإخواننا في أرض فلسطين المحتلة غزة جهاد، ونناشد ومن هنا من أرض السلام جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه ملك المملكة المغربية بتبني الحوار الليبي وفي هذا الوقت الحرج من تاريخ ليبيا الحديث لما لشخصه من قبول واحترام لدى كافة أطراف الأزمة في ليبيا، ونوجه نداء إنسانيا لكافة المنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، منظمة الاتحاد الإفريقي، منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها بالتدخل الدبلوماسي والمجتمعي وتكثيف الجهود للمساهمة في إعادة الاستقرار والأمن لليبيا والمساعدة في بناء دولة الحق والقانون وحقن دماء الأبرياء في فلسطين المحتلة ومؤازرة أهلنا في قطاع غزة. الجالية الليبية بالمملكة المغربية الرباط.